ضخمه في الدول دي، والكلام ده هيحصل بالخصوص في قاره افريقيا اللي مليانه بالثروات الطبيعيه. وطبعا الموضوع ده مش هيكون ببلاش ابدا. الدوله اللي هتقبل التسهيلات دي باليمين هتلف بسرعه بالشمال وتدفعها على اي تنازلات اقتصاديه وسياسيه، ولكن ده مش مهم ابدا، لان ده اللي كان بيعمله البنك الدولي التابع للتحالف الامريكي الغربي. والعالم ماشي بالشكل ده بقاله فتره كبيره جدا، وتحديدا بعد ما الحرب العالميه الثانيه انتهت وبدات امريكا ان هي تسيطر على النظام العالمي بشكل مطلق. الحاجه الاخيره وهي ان مساهمه مجموعه البريكس في الاقتصاد العالمي بقت بنسبه 31.5%، بينما مجموعه الجي 7 او السبع دول الكبرى نسبتها بقت اقل من مجموعه البريكس وبقت 30.7%. والسبع دول بيمثلوا امريكا واليابان وانجلترا وفرنسا وكندا وايطاليا والاتحاد الاوروبي. والمجموعه دي لاول مره بقياده امريكا نسبه مساهمتها في الاقتصاد العالمي تبقى اقل من مجموعه البريكس وهي 30.7%. وده بيبين لك شويه مين اللي بيتفوق حاليا في سباق الاقتصاد العالمي ونجمه طالع حاليا. طيب السؤال الاهم، هل مصر انضمت او هتنضم فعلا للتحالف ده؟ في الحقيقه محدش يقدر ياكد او ينفي الموضوع ده بشكل واضح، لان في حوالي 23 دوله